ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهارده بقى عملنا الاكل الشتوي الجميل. لا اله الا الله. كان عندي حتتين لحمه بقيت بتاع اللي كنت عامله الثانويه، كنت شايلاهم قلت اعمل عليهم. كان عندي البسله برضو في التلاجة، فقلت اعمل عليهم بقى اكله كده شتويه سخنه بالهنا والشفا. كان عند حته دهنه لقيتها في اللحمه، قطعتها حطيتها في قلب البسله، وحطيت معلقه سمنه عليها، خرطت، ضربت بصلتين في الكبة متوسطين كده، وحطيت قطاية في قلب في الشوربة، قطاية وحتة بصلاية كده، مش بصلاية كاملة يعني. حطيت نصها هنا ونصها للبسلة. حطيت ورقتين لوري وحدتين حبهان. خليتها يعني يعني احمرت بسيط كده. كنت ضاربة يجي كيلو قوطة، بحب البصلة تبقى مش محمرة قوي عشان ما تعملش حرقان على الصدر. كنت بصفي بقية القوطة عشان كان في قوطة في المصفى صفيتها وحطيتها. انا بحبش احط القوطة بقشرها في الاكل ابدا، بحبش اضربها كده واحطها كده على طول، بحب اصفيها عشان البذر والقشر مبقاش حلو في الاكل، لا شكلا ولا طعما. القوطة دلوقتي اتسبكت. كنت حطيت شوية مية، والبسلة كنت فرطاها وقطعت عليها جزراية، يجي جزرتين تلاتة كده. استحملوني، انا لسه جديدة في الموضوع دوت، فبعد كده هاخد عليك وتاخدوا عليا نعرف نتكلم مع بعضنا. فانا اي كلام بقوله بطلعه كده يعني، بتكلم مع ولادي واخواتي واهلي يعني، مش ما بتكلمش مع، بحس ان انا بتكلم مع حد يعني، مش غريب عليا. غسلت البسلة، وكان عندي هنا حتة اللحمة من اللي كنت عاملاها امبارح، اصفي بقى حبة الشوربة احطهم عليها، واحط بقية الشوربة برضو بس بعد ما تتسبك شوية. كنت عندي 3 بطاطسات متوسطين كده، ورحت برضو قطعتهم وحطيتهم مع البسل. هنا حطيت سمنة، وحطيت اكتر من نص كيس شعرية كده. هحط دلوقتي بقى البطاطس لسه. وغسلت الرز، يعني جهزت كل حاجة جنبي عشان الشعرية ما بتاخدش وقت في التحمير.
ده بقى الاكل الشتوي اللي يدفي. اهو البطاطس عملتها، حطيتها بقى على البسله. والله هو ده الاكل الجميل بتاعنا القديم ده. يوم كده ويوم كده، الدنيا يوم الايام بتعدي. والله حيرة اكل، الواحد على طول محتار في حكاية الاكل ديت بالذات. الواحد بيبقى محتار. الواحد كل شوية يغطس كده ويجي. حطيت الملح. حسيت ان الرز عايز كمان شوية مية، حطيت له. كده استوى، كان يعني فاضل له تكة صغيرة. متنسونيش في اللايك والشير. كده كده كان استوى خالص. كده بقى غرفنا الاكل، وبالهنا والشفا. متنسونيش في اللايك في الشير. ومع الف مليون سلام. الاكل شكله جميل اهو، وطعمه اجمل والله. حطيت جنبي مخلل من الجاهز ده، ترشي ده. مع الف مليون سلام، مع السلامة.